السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاخدكم في جولة كده في مزرعة عملنا فيها شغل. زي ما هنسمع كده احنا يمكن عاملين توثيق شوية للمزرعة ديت. المزرعة دي زي ما احنا سامعين كده وشايفين واحنا بنودي زريعة فيها. هذا الحوض دوت. ده كان المسطح بتاعه 20 متر في 15 الله ينور يا 300 باشا. متر مربع يعني. الحوض ده احنا حطينا فيه 5000، في حين ان هو يسعى لاكتر من 15000 سمكة. شيله بالعرض كده. هنحسب كده اقتصادياتها في مكان زي كده لا يتجاوز قيراطين او قيراطين يعني، وحاجة بسيطة في مساحة فدان وشوية. بيزرع خضروات. كان المفروض ان احنا بناخد طبعا هو كان الحوض ده معمول في الاساس ان هو لتخزين المية بتاعت البير، وبعد كده بنروي منه للارض. فاحنا استغلينا ان احنا حطينا فيه الاسماك. ال 5000 احنا حطينا فيه 5000 في حين هو يسعى ل 12000. خلينا نحسب بقى اقتصاداتها بالاضافه للفائده اللي بتعود على الزرع نفسه. الزرع كان ما شاء الله خطير جدا وحاجه اورجانيك محترمه جدا. خلينا نحسب بقى اقتصادياتها. ال 15000 دول المفترض ان هم خلال ال8 شهور او ال7 شهور او ال6 شهور بتوع فتره الصيف ديت انتاجهم في حدود 15 طن. تكلفة ال 15 طن دول ما بين زريعة وعلف حوالي 700,000 جنيه. مبيعاته من 1,200,000 ل1,275,000 جنيه، ده تقريبا كده. الأرباح بتاعته ما بين يعني الأباوت تقريبا كده حوالي 500,000 جنيه. لو حسبنا معدل الربحية في خلال الست سبع ثمان شهور دول بالنسبة لرأس المال هنلاقي ان هو حوالي تقريبا 71%. ما اعتقدش طبعا ان في مشروع ابدا يقدر يحقق لك النسبة دي من الارباح. زي ما احنا شايفين هنا احنا يمكن في الاسماك اللي احنا طلعناها ابتدينا ان احنا خزنا منها طبعا احنا طلعناها على دفعات على فكرة يعني، ما طلعناهاش كلها مرة واحدة، طلعنا على دفعات. زي ما احنا شايفين كده بالتوثيق بتاعه احنا طلعنا احجام قد ايه وكان نازل قد ايه. وكانت المتعة نفسها كمان في خروج الاسماك دي وتربيتها وحصادها كانت محترمة جدا ما شاء الله. حتى الباربيكيو اللي احنا عملناه الاسماك دي روعة 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 في الاكل بصراحة يعني. لو شويتها لا زي ما احنا شايفين كده، لا في الشوي حاجة ملهاش حل، حاجة محترمة جدا. واللي بيدوقها كان بيطلب منها مرة واثنين وثلاثة وعشرة يعني. ف ده كان مشروع لاستغلال 300 متر مربع. انا كنت معاكم ودي خوجة من قناتي على تيك توك. تحياتي لكم جميعا بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.